والمدير بيدخل يشيك على المكان، فبيشوف باب التلاجة مش مقفول، فبيفتكر ان لادو وبيفول نسيوا يقفلوه وقفل الباب وهو متعصب منهم، وبيقفل الكهرباء وبيتأكد بالسيستم بان كل الموظفين سجلوا خروج قبل ما يمشي، وبيقفل المطعم وبيمشي. وميلي بتخاف لما بتعرف انهم مشوا وسابوها، وبتقعد تصرخ علشان اي حد يسمعها، لكن من غير فايدة، المول كله بيفضى. ولما بتدور على تليفونها علشان تتصل بابوها بتلاقي نفسها سابته بره، وبتعرف انها خلاص اتحبست في تلاجة حفظ الطعام، وبتحاول تكسر باب التلاجة لكن مش بتقدر. وفي نفس الوقت ابوها بيقلق عليها لانها اتأخرت عن ميعاد رجوعها. ومن ناحية تانية سمير بيتصل عليها على امل انها تسامحه قبل ما يركب الاتوبيس ويمشي، لكنها مش بترد لانها محبوسة اصلا. فبيفتكر سمير انها عاوزة تنهي علاقتهم، وابوها بيتصل بصاحبتها فبتقوله انها روحت بدري لكنها هتكلم زمايلها وترجع تكلمه وتطمنه. وبتكلم لادو